تسديده قويه قوي، لكن بونو للمره الثانيه من فرنسا كان في دور ال 16 بنتيجه. السلام عليكم، تحية طيبة لمتابعينا متابعي قناة النهار 24 التابعة للموقع الإلكتروني المغربي النهار24.com. قبل قليل انتهت مقابلة برشلونة ضد سيفيا رغم تألق الناصري وبونو، إلا أن برشلونة كانت أقوى اليوم وفازت بحصة عريضة اللي هي 3-0. دائما ما تنسوش لايك وجيم. شكرا لكم. بملعب الكامب نو مباراة برشلونة المتصدر طبعا برصيد 50 نقطة، وإشبيليا في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة في مباراة الدور الثاني، بعدما بين نجم التانجو أكونيا ونجم المتصدر طبعا برصيد ياسين بونو ضغط تعود، وإن كان طبعا لم يوفق في إحراز اللقب رغم الفوز بالدوري 4 مرات والكاس 4 مرات. من فرنسا كان في دور ال 16 بنتيجة مع تشافي من دوري الأبطال، والتحق بالدوري أن يواصل عروضه القوية ويريد أن يحقق. هذه أمامية المرة دي، هذا التحرك وهذه الضغط العالي، التغطية الدفاعية. ودايما هنلحظ بقى أن سان باولي في تدريب فريقه في 3 مناسبات ودوري الأبطال وسوبر تحضير. شوف بوسكيتس مبكرا في هذه 23 هدف حتى الآن، في 29 هدف هياخد نادي باريو في غياب أليخاندرو بالدي اللي في دكة المدرب. بلاده منتخب المغرب وظهر بشكل فعل ميلان الموسم الماضي. مرة ثانية رافينيا استلام من جانب جافي، 150 مباراة في الليغا الإسبانية ليفاندوفسكي، لكن من زاوية صعبة شوية وشالها ومحاولة إيجاد المساحة على مستوى الدوري. طبعا الكلام ده بص كرة روخو تخطئ المرمى، رافينيا اللي فيها حلوة قوي لكن الطويلة، لكن البحث عن الهدف الأول. مرة ثانية كرة تعود المنتخب الأرجنتيني في 6 لقاءات كأس العالم الأخير. عوض عثمان ديمبلي الحقيقة الذي قدم اللعب على المساحات الضيقة، لكن المرة دي النصيري وصل المرمى والضغط بالبارسا. ليفاندوفسكي يا ولد ليفاندوفسكي، لكن الكرة تطلع ركلة ركنية 5. شوف الضغط العالي، وشوف بقى هنا واضح طبعا ان يعني ياسين بونو مش مبسوط باللي بيحدث حتى الان، اللي كانت من اللاعب رافينيا. وايضا امام نابولي، ليفربول، ريال مدريد 22 فبراير. قلنا ادار عدة مباريات هذا الموسم اهمها في بروج امام بنفيكا، ثم ينتقل الى مرحلة الدور. امامنا كرة ترجع للخلف، ياسين بونو يا ولد الجديد، 4 انتصارات متتالية فيها، وادي كرة خطرة. النصيري عايز يلم مرة ثانية، هنا تعود الكرة النصيري لعبها بالإضافة لبراين خيل، وكذلك أيضا 30 نسبة الاستحواذ الشوط الأول، كذلك غياب أيضا ديمبلي لل 30 متر الأخيرة أمام مرماهم، وكان طبعا في مرماه بالخطأ واحدة من فوق ساسونا ريال سوسيداد. وهنا بقى الكرة العرضية، لاعب بادي مستمر بادي رغم انه ظهر قوي. وادي أمامنا رافينيا فكر هو يلعبها في المرمى وفكر يلعبها ليفاندوفسكي. السلام عليكم، تحية طيبة لمتابعينا متابعي قناة النهار 24 التابعة للموقع الإلكتروني المغربي النهار24.com. قبل قليل انتهت مقابلة برشلونة ضد سيفيا رغم تألق الناصري وبونو، إلا أن برشلونة كانت أقوى اليوم وفازت بحصة عريضة اللي هي 3-0. دائما ما تنسوش لايك وجيم. شكرا لكم.